السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كتشوفوا الإخوان يوم السبت راهم مساكن الناس خارجين باقيين تحت هول الصدمة وهذيك الفاجعة، ديك الزلزال اللي بكل صراحة اللي كنتبعوا الأحداث وكنلقاو الحصيلة كتزاد ساعة على ساعة. لهذا الله يلطف بكل صراحة، والناس ضرات بزاف، سيرتو واحد مراكش، القرى والبوادي والناس في الجبال، لأن كاين بعض البوادي اللي سويت على الأرض. لهذا طلبوا إن شاء الله بإذن الله السلطات راه قايمة بالعمل ديالها. وكذلك بكل صراحة كنشكروا جميع الدول اللي عزات وساندات المملكة المغربية يا من قريب من بعيد. هنا كيبين تبارك الله المكانة ديال المملكة المغربية وتحت قيادة محمد السادس حفظه الله، اللي تبارك الله هنا كيبان لك بأن كاينة واحد المكانة. تبارك الله المغرب داير كيما نقولوا حنا بلاصتو، العالم كله دار بحسابه، كله عيط ليه، كله عزاه، كله بغى يعاونوه، كله بغى يساندوه. هذه السياسة ديال الملك حكيم. نطلبوا من الله يحفظ هذه البلاد ويحفظ سائر بلاد المسلمين وسائر بلاد العالم. وكذلك كنشكروا إخواننا الجزائريين اللي بكل صراحة بانوا على المعدن النفيس، المعدن كما نقولوا حنا اللي هو الأصيل فيهم في هذه المحنة ديال المغاربة. وكنشكروا لا قيادة ولا حكومة ولا شعبا بالنسبة للإخوان الجزائريين، لأن تبارك الله تاهم صرحوا عزاو المغاربة وقالوا هما إخوانهم الجزائريين رهن الإشارة في أي شيء. لهذا شكرا للإخوان الجزائريين، وتكون إن شاء الله بادرة طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى، وترجع المياه لمجاريها، وتبقى الخلافات السياسية إن شاء الله بيناتهم تحلوها بيناتهم. لهذا شكرا من ساند المملكة المغربية من قريب أو من بعيد في هذه المحنة.